السلام عليكم ومرحبا بكم مع فيديو جديد ووصفه جديده دائما ضمن الحلويات العيد. اليوم غادي نحضر معكم الحلوه ديال الطابع، حلوه اللي كتجي سهله وبنينه. اكيد الا جربتوها غادي تعجبكم وتعجب الوليدات ديالكم، وحلوه اللي ما فيهاش كثره القوام، سهله وبسيطه بزاف وكتحضر في وقت وجيز. ونتمنى لا جربتوا هذه الوصفه هذه فشاركوها مع الاحباب والاصدقاء باش كتعم الفائده. ونتمنى انكم تشجعوني بلي لايك ديالكم وتعاليقكم، واللي كيزور قناتي كذلك لاول مره يشترك فيها ويفعل زر الجرس باش كيوصلوا كل جديد كنحطو. فنبقاو مع المقادير وطريقه التحضير. فبالنسبه للمقادير كنحتاجو كاس ديال السكر الخشن اولا السكر سنيده. الكاس دائما القياس اللي كناخذ به هو كاس ديال العنبه. وعندي هنا كيس بنكهه الفانيلا، وغادي ندير بيضه واحده. بالنسبه للبيض الا كان عندكم البيض كبير ديروا وحده، الا كان عندكم البيض صغير اولا موين ديروا جوج. انا هنايا كان عندي البيض كبير فدرت وحده. عندي هنايا الملح، هي واحد شويه الملحه باش هكايا نصححوا الذوق. وعندي ربع كاس من قياس ديال الكاس العنبه ديال الحليب المجفف، ماشي ضروري غير اختياري. وعندي كاس ديال الزيت النباتي او زيت المائده. وعندي هنا فلون بنكهه الكراميل، حتى هو اختياري. بالنسبه للحليب النيدو او الحليب المجفف والفلون فهو اختياري. كندمج هاد المكونات حتى كنحصل على واحد الخليط اللي متجانس ولين. يعني كندمج جميع المكونات، البيض، السكر، الفاني، الزيت، حتى كنحصل كما قلت لكم على واحد القوام اللي كيكون رخو. عاد كنضيف ليه النواشف اللي هما كيس من خميره الحلويات، وكذلك الدقيق. دائما الدقيق تيبقى على حسب الخليط، ولكن انا راني عبرت معكم القياس فانا غادي نوريكم كلشي. بالنسبه لهنايا زدت نص كاس ديال الشعريه الشكلاط او الشعيرات ديال الشوكولاته، تعطي واحد المذاق زوين بزاف لهاد الحلوه ديالنا. غادي نخلطهم غير شويه ما نبالغوش في الخلطه ديالهم. وهنا غادي نضيف النواشف كما قلت لكم، فقط كيس من خميرات الحلويات. وكذلك غادي نضيف الدقيق. فبالنسبه للدقيق انا هنايا ضفت 3 ديال الكؤوس، نضيفوا 2 ديال الكؤوس، والثالث هي بالتدريج. اهم حاجه هو العجينه خصها تكون عندكم رخوه ديال هاد الحلوه، خصها تكون عندكم رخوه يعني ماشي قاصحه. الا جاتكم قاصحه غادي تجيكم مدقصه. بقاو تزيدوا الكاس الثالث بالتدريج حتى تحصلوا على واحد العجين الا خديتوا منه واحد شويه وكورتوه في يديكم تتشكل لكم كره، يعني ما تيتفرتتش. العجين ما خصوش يكون تيتفرتت وفي نفس الوقت ما يكونش قاصح. صافي كما تشوفوا معايا هنايا انا كنعبر بالكاس ديال العنبه كما قلت لكم. بالنسبه للسعه ديالو هي 150 مليلي. صافي كنبقى تنجمع هذاك الدقيق مع هذوك المكونات حتى كنحصل كما قلت لكم على واحد العجين اللي لين. بالنسبه لهاد الحلوه ما تخلطوهاش بزاف، فقط غير جمعوها بالاصابع ديالكم. مجرد ما انها تجمع ليكم وما يبقاش هذاك الدقيق يعني باين، صافي خدموا بها مباشره. وشكلوها على حسب اي نوع ديال الطابع اللي متوفر عندكم. ماشي ضروري يكون عندكم شي طابع، اي طابع متوفر عندكم خدموا به، سواء ديال الشهده سواء هذا اللي غنخدم به انا. بالعكس هاد الحلوه هذه سهله وما مكلفاش بزاف، لا من ناحيه ديال المقادير ولا من ناحيه يعني ديال الطابع باش غادي تطبعوا هاد الحلوه هذه. يعني اللي متوفر عندكم خدموا به. صافي كما تشوفوا معايا هنايا باقي انا كنضيف الدقيق هنايا بالتدريج. مهم غادي ندوزو هنايا غادي نقول لكم الطريقه ديال الطهي ديال الحلوه باش هكا تجي معكم مزيانه. الحلوه ما تنطيبوهاش على درجه حراره عاليه، سواء في الفران الكهربائي ولا الفران الغازي. بالنسبه للفرن الغازي كنسخنوه عادي، كنطيبوا الحلوه ديالنا من التحت حتى كتحمر واحد شويه، وعاد كنزلوها باش تذهب لينا من الفوق. كنقول غير كتذهب لينا ماشي كنحرقوها، يعني كنفوتوا فيها التحمار. هي كندهبوا الحلوه صافي ونخرجوها. ملي تبرد عاد نحيدوها ونديروها في واحد البواطه اللي تكون محكمه الغلق باش هكا نحتفظوا عليها. صافي كما شفتوا هنايا راني العجينه هي داك القوام ديالها.
هذاك الطابع هو اللي غنخدم به. عندي هنايا القليل من السكر الخشنه ولا سكر سنيده. غادي ناخذ شويه من العجين وغادي نشكلو على شكل كره. بالنسبه للكرات اللي غادي تاخذوا ديروهم غير صغارين لان فيهم الخميره ديال الحلوى. غادي يزيدوا ينتفخوا لكم في الفران، وكل ما صغرتوهم غادي يجي الشكل ديالهم زوين، ولا كبرتوهم يعني تيبقى على حسب الاختيار ديالكم. بالنسبه لهاد الكميه كتخرج ليا تقريبا واحد 40 حبه او اكثر، يعني على حسب واش غتكبروهم ولا غادي تصغروهم. صافي حتى تنسالي الكميه كامله اللي عندي. منين كنسالي الكميه اللي عندي كنزين هذاك الثقب اللي في الوسط غادي نزينو غير بحبيبات الشوكولاته. فلكم الاختيار، ممكن تذوبوا الشوكولاته وتخدموا به من بعد، ممكن ديروا هاد الخدمه اللي درت انا فهي سهله وسريعه، يعني ما كتبقاش عاد متبوع بالتزيين ديال الحلوى. صافي الا شفتوا هذاك الطابع لصق لكم شويه ديروا فيه غير شي شويه ديال الدقيق، ماشي بزاف، ما تكثروش، هو راه غالبا ما تيلصقش. صافي من بعد هنايا كما شفتوا مساليت غادي نزين بداك الحبيبات ديال الشوكولاته. وفي هذا الاثناء راه الفران راه تيسخن. انا هنايا طيبت غير في الفران ديال الضو. بالنسبه للفران ديال الضو نفس تماما الخدمه اللي درت في اللي غادي ديروا اللي عنده الفرن ديال الغاز يخدم بنفس الطريقه. يعني غادي نشعلوا الفران على درجه حراره من 160 حتى ل 180، وغير ما تعليوش الحراره بزاف. منين سخن الفران دخلوا الحلوه ديالكم طيب على المهل ديالها، تحمر شي شويه من التحت، نشعلوا من الفوق باش يذهب لينا. صافي وها الحلوه ديالكم واجده. وكان هذا هو الشكل ديالها من بعد ما طابت. كتجي الشكل ديالها رائع والمذاق ديالها ولا اروع الصراحه. نتمنى فعلا انكم تجربوها. هذا هو الشكل ديالها. دوك الحبيبات الشوكولاته تيبقاو ثابتين عليها. ها نتوما تشوفوا كيفاش حمرتها من التحت وعطيتها الخاطر في الطياب. كتجي مقرمشه لذيذه وزوينه، وما تجيش ما كتجيش قاصحه ولا رطبه اكثر من القياس، يعني كيجي داك القوام فعلا الزوين ديالها. وهذه هي الحلوه ديالنا ديال اليوم. كانت سهله ومقادير تنظن انها متوفره في جميع المنازل وبسيطه. فنتمنى فعلا انكم تجربوها، اكيد الا جربتوها غادي تعجبكم. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا من بعد ما استفتها في واحد البلاطو باش نعطيها واحد الشكل اللي اجمل ونعطيها حقها. كانت هذا هو الفيديو ديالي ديال اليوم. نتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم، وانكم تجربوها وتشاركوا الوصفه مع الاهل والاحباب والاصدقاء باش هكا تعم الفائده. وقبل ما نختم الفيديو كنبغي نشكر المشتركين الجدد اللي التحقوا بالقناه. شكرا جزيلا لكم، شكرا للدعم ديالكم، شكرا اي واحد كيساعدني. فوصلنا لنهايه الفيديو، ما بقى لي الا نقول لكم بسلام عليكم، ونتلاقاو مع فيديو جديد ومع وصفات جديده، ودائما في اطار وصفات العيد السهله والسريعه. وعيدكم مبارك سعيد، اللي يدخلوا عليكم بصحه وبسلامه وبطولة العمر ان شاء الله. الى اللقاء مع فيديو جديد ووصفه جديده.